ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة تومانينو. انا مصطفى وبقدم محتوى عن هوايتي والحاجة اللي بحبها من صغري وهي الفيديو جيمز. احنا بقينا خلاص في عصر السرعة سواء حبينا او ما حبيناش ده، وكلنا بقينا عايزين الحاجة المختصرة اللي مش هتخليك تقعد تلف حوالين نفسك كتير. وحتى لو انت من الناس اللي بتحب تلف حوالين نفسها كتير، ففي كتير مننا ما عندوش الوقت لده اصلا، ويومه على طول مسحوم سواء بشغل او بدراسة او بحاجات تانية اهم من الالعاب، ويا دوب بنعرف نفضي نفسنا كده كام ساعة في الويك اند نلعب فيه. واكيد انت مش عايز تضيع الكام ساعة دول اللي هم اصلا قليلين في العاب ما تستحقش، ومش حابب تبدا لعبه جديده طويله علشان هتنسى احداثها ومش هتكون واخد الاكسبيرينس الكامله منها طول ما انت بتلعبها بشكل متقطع او مره كل اسبوع. يعني علشان كده انا معاكم في فيديو النهارده وهقدم لكم 8 العاب قصيره ممكن تخلصها في قعده واحده بس، يعني بين قوسين كده ماكسيمم 6 ساعات. وقبل ما ننتقل على القائمه بتاعتنا حابب بس اعرفك ان في كام مركز كده في بونص في النص العاب زياده، سواء كانت كجزء تاني من لعبه مذكوره في القائمه او لعبه من نفس الاستوديو المطور بتاعها، بشرط طبعا ان ينطبق عليها القاعده بتاعتنا اللي هي ماكسيمم تكون 6 ساعات. فهم يعني مش هيكونوا 8، هم هيكونوا أكتر شوية. ويلا بينا نبدأ على طول بالمركز الثامن. وفي المركز الثامن معانا لعبة بورتل، الجزء الأول من سلسلة ألعاب بورتل، السلسلة الأشهر في ألعاب الألغاز كلها في رأيي، اللي أنا بصراحة يعني مش فان كبير قوي ليها بصراحة، لكن اللعبة دي كانت لازم تدخل القائمة بتاعتنا طبعا. يعني لعبة بورتل اللي أنت بتلعب فيها بروبوت معاه سلاح في منشأة غريبة، والسلاح ده اسمه البورتل جان، وظيفته واضحة من اسمه، هو السلاح اللي بيعمل لك البورتلز اللي بتخليك تعرف تعدي المراحل والالغاز اللي في اللعبه عن طريق انه بيفتح لك بوابات او بورتلز بلونين ازرق او اورنج، وبيسمح لك ان انت تتنقل بينهم براحتك. الميكانيك ده اتقدم هنا في اللعبه بشكل بسيط وحلو قوي بصراحه. خلي بالك انا قلت بسيط مش سهل، لان هنا الميكانيك ده او الالغاز اللي معتمد على الموضوع ده مش سهله خالص ومحتاجه منك شويه تفكير. فدي بصراحه لعبه انا ارشحها لك بشده، خصوصا لو انت كنت من محبين العاب البازلز. وبالنسبه للوقت اللي انت عايزه عشان تخلص لعبه بورتل هو 3 ساعات بس. تعالوا يلا ننتقل للمركز السابع معانا، وهي لعبة جريس، اخر لعبه جربتها على القايمه دي كلها. وصراحه اللعبه دي واحده من التجارب القليله والفريده في عالم الالعاب، مفيش زيها كتير بصراحه في التوجه الفني، في الساوند تراكس، شكل والوان العالم، القصه اللي بتعكس لك الاكتئاب والحاله النفسيه السيئه اللي كانت عند الشخصيه، وازاي واحده واحده بتتغلب عليها، وبنشوف انعكاسات ده على شكل العالم واسلوب اللعب وتصميم المراحل. انا بصراحه مش حابب اتكلم كتير عن اللعبه دي عشان ما احرقهاش، وعلشان اسيبكم تعيشوا التجربه بتاعتها لما تلعبوها، لان اللعبه دي تجربه اكتر من كونها جيم بلاي بس. والوقت اللي هتحتاجه عشان تخلص لعبه جريس هو من 3 ل 4 ساعات. وتعالوا نروح للمركز السادس اللي فيه لعبه جيرني واختها الغير شقيقه ابزو. وحوار غير شقيقه ده لان كل لعبه منهم اتطورت في استوديو مختلف تماما عن التاني، ولكن هم اخوات لانهم من نفس المخرج او الدايركتور، وده باين جدا في الارت ستايل في اللعبتين بالرغم من الاختلاف الكبير جدا في البيئات. يعني هم بس مش مختلفين، هم حرفيا العكس تماما. لعبه ابزو العالم بتاعها هو في البحر وفي مخلوقات بحريه واسماك، لعبه جيرني التانيه في صحراء وجبال وكثبان والحاجات دي كلها. لكن اللعبتين دول بالنسبه لي زيهم زي لعبه جريس اللي احنا اتكلمنا عليها في المركز اللي فات، هم تجارب اكتر من كونهم مجرد لعبه بس بتلعبها. واللعبتين اللي هم ابزو وجيرني هم العاب استكشاف والغاز خفيفه مش صعبه، والمميز فيهم الاثنين ان هم العاب مريحه كده للاعصاب بالوانهم والموسيقى اللي فيهم. بالنسبه للوقت اللي هتحتاجه عشان تخلص لعبه جيرني هيكون من ساعتين لثلاثه، وبالنسبه للعبه ابزو هتكون زي اختها برضو بالظبط من ساعتين لثلاثه. يعني اللعبتين على بعض ما كملوش الليميت بتاعنا واللي هو 6 ساعات. فلو انت عندك يومين كده اجازه جمعه وسبت مثلا، فممكن تاخد كل لعبه في يوم وصدقني هتتبسط جدا. وتعالوا بقى نروح للمركز الخامس معانا، وهي لعبه فاير ووتش. ودي بقى واحده من الالعاب اللي لقيت الناس كلها بتتكلم عنها وبيقولوا قد ايه هي لعبه مميزه، وان مش لازم الاستوديوهات تدفع مبالغ كبيره في تطوير الالعاب، وان اهم حاجه في صناعه الالعاب هي الفكره والتجربه اللي هتحسسها لك. فالكلام ده بصراحه اثار فضولي وقررت ان انا اشتريها واجربها، وطلع الكلام اللي بيقولوه هو بالظبط الكلام اللي حسيت بيه بعد ما خلصت اللعبه. فاير ووتش هي التجربه الاكثر تميزا في اخر كام سنه من الالعاب اللي انا لعبتها، وانا جربت العاب كتيره في اخر فتره دي، لكن اللعبه دي حقيقي مميزه قوي. قصتها اصلا والباك ستوري بتاعتها ان بطل القصه بتاعتنا هنري ساب كل حاجه ورا ظهره وحب ان هو ينعزل عن العالم وياخد الوظيفه دي اللي هي المعنى الحرفي للوحده والعزله. يعني تخيل انك شغال مراقب او حارس في غابه معزوله وبعيده عن الناس، ولكن مش دايما الوحده والعزله بتكون مريحه، لان الغابه دي بيحصل لك فيها حاجات كتيره جدا مش مفهومه، وبتشوف ناس ورسائل غريبه، ومفيش اي حد تفضفض معاه غير ديلايلا صاحبتك اللي بتشتغل معاك، وكمان هي مش موجودة physically.
لأ، ده موجودة بس في اللاسلكي أو الراديو، بس حقيقي اللعبة دي لازم تجرّبوها لإنها هتخلّيك تبُص لمواضيع كتيرة جدًا في الحياة بشكل أو بمنظور مختلف، والمفاجئ بقى إن لعبة فيها كل ده وبتحسّسك كل الأحاسيس دي بتخلص في 4 ساعات بس، فجرّبوها ضروري. وتعالوا نروح للمركز الرابع معانا وهي لعبة Resident Evil 3 الRemake، اللعبة اللي الناس كلّها انتقدتها وسلختها حرفيًا وقت ما نزلت، ولكن سبب نقدها ده هو سبب وجودها معانا في القايمة، وهو أسرها المُبالغ فيه، وأنا بصراحة متفهم وجهة النظر دي، لإن الRemake من نفس السلسلة اللي كانت لسه نازلة قبلها على طول، اللي هي كانت Resident Evil 2 Remake، كانت أطول منها بشوية حلوين، يعني اللعبة كانت حوالي 9 ساعات، وكانت نازلة ب$40 اللي كان وقتها كان سعر كويس، فطبيعي لازم نقارن Resident Evil 3 Remake بيها لمّا تنزل، ولمّا قارنا لقينا إن القصة هنا أقصر بشكل ملحوظ، وفي إحساس بالكروتة كده في شوية مراحل، وكمان لغوا أجزاء مهمة جدًا في الجزء الكلاسيك اللي نزل سنة 99 زي جزئية الClock Tower أو الجزئية بتاعة المقابر، ولكن كل دي سلبيات مش هيحس بيها غير حد لعب الجزء الكلاسيك أول ما نزل واتعلق بيه، إنما أنت لو حد لسه ما جربتهاش فأنت هتجرب واحدة من أحسن الألعاب القصيرة اللي ممكن تلعبها. القصة بالرغم من قص جزئيات مهمة منها ولكنها لسه متماسكة جدًا. الشخصيات اللي هنا كفاية بس إن أقول لك إن هم جيل فالنتاين وكارلوس أوليفيرا. النيميسيس هنا كان موتر بالذات على الصعوبة العالية، ومع إن شكله يخوف أكتر بكتير بس يعني هو كان شغال. في رأيي أنا بصراحة لا يقارن بمستر إكس اللي كان موتر أكتر منه بمليون مرة، وعلى طول عندك إحساس إن أنت يعني مطارد. وسبب وجودها الأهم في القايمة دي إنها لعبة تريبل اي من استوديو كبير زي كابكوم، وهي لعبة أكشن وزومبيز وبازلز، فتصنيفها مختلف شوية عن الألعاب اللي فاتت أو حتى اللي لسه هتيجي. والمهم بالنسبة لي إنها لعبة ثيرد بيرسون شوتر أو من منظور الشخص الثالث، وده المنظور المفضل بالنسبة لي بصراحة في الألعاب عامة. وبالنسبة لموضوع السعر فأنت يعني ممكن تستنى عليها لما يبقى عليها خصم أو أوفر أو حاجة زي ما أنا عملت بالظبط وجبتها بحوالي $15 بس، وحتى لو هتدفع فيها سعرها الكامل اللي هو $40 فهم برضه مش كتير قوي مقارنة بالأسعار اللي احنا بنسمعها اليومين دول على الألعاب اللي لسه نازلة جديد. احنا بنشوف ألعاب ب80 وب100 وب110 وحاجات غريبة كده، وعلشان كده بصراحة أنا نصيحتي دايما ليك إن أنت تشتري الألعاب بتاعتك في فترة أوفرز أو في تخفيضات، ما تشتريش لعبة بسعرها الكامل إلا لو كنت خلاص بقى اللي هو مش قادر تستنى أو اللعبة دي أنت متأكد مليون في المية إن هي هتعجبك، ساعتها ممكن تتنازل شوية وتشتريها بسعرها الكامل. غير كده أو لعبة أنت عندك فضول بس إن أنت تجربها اشتريها في أوفر على طول. وأخيرا لعبة Resident Evil 3 ريميك هتقدر إن أنت تخلصها في 6 ساعات، ولكن لو أنت بقى سبيد رانر أو تروفي هانتر زي حالاتي كده ممكن تخلصها في أقل من ساعة حرفيا. أنا تقريبا مش فاكر بالظبط بس تقريبا مخلصها في 50 أو حاجة و50 دقيقة. وتعالوا بقى يلا ننتقل للمركز الثالث، أو لأ استنوا شوية كده وارجعوا أقول لكم شوية ألعاب في الأونربل منشنز زي ما أنا معودكم في أغلب القائم اللي بعملها، زي لعبة Untitled Goose Game اللي هي واحدة من أكتر الألعاب اللي أنا استمتعت بيها مع أخويا، لأن أنت ممكن تلعبها كوب أو بشكل تعاوني. بصراحة الحوار ده بيخلي اللعبة فاني أكتر 100 مرة عن لما بتلعبها لوحدك، حتى لو لعبتها لوحدك برضه هتستمتع بيها. واللعبة هي باختصار هي إن أنت بتلعب بوز هدفه في الحياة إن هو يعكنن على الناس ويطهقهم في عيشتهم. تقدر تقول كده يعني إنها زي لعبة إزاي تخنق جارك الكلاسيك بتاعتنا، بس أنت هنا بتلعب بوز. وسبب إنها ما دخلتش القايمة الكبيرة معانا إن بصراحة مش كل الناس هتستمتع بيها. في ناس ممكن تشوفها اللي هي تفاهة، خصوصا إن إحنا عاملين القايمة دي لناس وقتها قليل، فوقتها ده المفروض حاجة ثمينة، فممكن يشوفوا اللعبة دي يعني ما تستحقش ده. لكن بجد اللعبة دي من أفضل تجارب الكوب اللي أنا لعبتها في حياتي كلها، واللي بالمناسبة أنا من أكبر محبين النوع ده من الألعاب أو الألعاب التعاونية. واللعبة دي ممكن تخلصها في حوالي من ساعتين ل3. واللعبة اللي بعد كده معانا هي لعبة جاست سانت، أو يعني مش عارف هي بتنطق إزاي بصراحة، ولكن هي تقريبا جاست سانت. هي لعبة فريدة من نوعها بتلعب فيها بطفل صغير بيتسلق جبل علشان يعرف أسرار الناس اللي كانوا عايشين عليه ويعرف هم راحوا فين ويساعدهم في حل مشكلة الجفاف بتاعتهم. اللعبة بصريا جميلة جدا والارت ستايل بتاعها مختلف، ولكن عدد الساعات اللي محتاجها عشان تخلص اللعبة دي هو 7 ساعات، وده السبب اللي خلاها تطلع بره القايمة بتاعتنا. ولكن بغض النظر عن السبب ده فاللعبة تستاهل جدا بصراحة. واللعبة اللي بعد كده معانا هي لعبة What Remains of Edith Finch، وهي واحدة من أفضل الألعاب السردية أو الناراتيف دريفن جيمز اللي نزلت، وتقدروا تشوفوا ده من التقييمات بتاعتها. ده طبعا غير الغموض والألغاز والاستكشاف اللي اللعبة كلها قايمة على أساسهم، لكن بصراحة النوع ده من الألعاب مش هو نوعي المفضل، علشان كده حطيتها بس في الhonorable mentions. ولعبة What Remains of Edith Finch هتحتاج من 2
ساعتين ل3 ساعات عشان تخلّصها. وبعد كده معانا لعبة Somerville، وهي لعبة قصة في عالم 2.5D، اللي هو يعني مش 2D ومش 3D، اللي هو إيه، حاجة بين البنين كده. واللعبة دي مليانة غموض ومليانة إثارة ومليانة ألغاز، بنلعب فيها بأب تاهت عنه عيلته بعد غزو فضائي على الأرض، وطول القصة إحنا بنحاول نرجع لهم تاني، وفي طريقنا بنحاول نعرف ليه الفضائيين دول جُم الأرض أصلًا، وإزاي البطل بتاعنا يقدر إن هو يساعد إن هم يمشوا عن طريق القدرات الخارقة اللي جات له بالصدفة. لعبة Somerville بصراحة بالنسبة لي لعبة ممتازة وتستحق التجربة، ولكن في من نفس النوع بتاعها ده ألعاب كتيرة جدًا في القايمة، فأنا بس يعني حبيت أنوّع واكتفيت إن أنا أحطها في الhonorable mentions. ولعبة Somerville هتحتاج منك من 3 ل4 ساعات عشان تقدر إن أنت تخلّصها. وبكده نكون خلّصنا الhonorable mentions ونقدر بقى نتحرك على المركز التالت معانا، وهي لعبة Brothers: A Tale of Two Sons. اللعبة اللي بتلعب فيها بأخين أمهم متوفية وأبوهم تعبان جدًا، وشكل كده مراته وحشته بيفكر إن هو يزورها، فبيبدأوا هُم الاتنين رحلتهم علشان يقدروا يجيبوا العلاج ده لأبوهم، وبتبتدي رحلتهم في العالم السحري بتاع اللعبة، العالم اللي بيفكرني بإحساس ألعاب زمان والأجواء بتاعتها. والحلو في اللعبة دي كمان إن أنت ممكن تلعبها بطريقة co-op أو تعاونية مع أخوك. كل واحد هيلعب بشخصية، ولكن خلّي بالك الكلام ده في النسخة الريميك بس، الجزء الأساسي لازم تلعبها لوحدك وما عندكش الoption ده، وهتضطر إن أنت تلعبها وتتحكم في كل أخ بanalog لوحده، فربنا يعينك على وجع العين اللي هيحصل لك بصراحة. بس سواء هتلعبها كده أو كده هتستمتع بيها فوق ما تتخيل. وبالمناسبة أنا عامل فيديو عن اللعبة دي وعن كل ألعاب جوزيف فارس هتلاقيها على القناة، وهاسيبها لك في الأي فوق، وبرضه ممكن أسيبها لك في آخر الفيديو لو أنت حابب إن أنت تشوف الفيديو وحابب تعرف تفاصيل أكتر عنها. ولعبة Brothers: A Tale of Two Sons هتحتاج منك من 3 ل4 ساعات علشان تخلّصها. وتعالوا معايا بقى على أول مركزين، اللي هم أنا عامله لكم كومبو علشان أنتم حبايبي بس، وعندنا كل مركز بلعبتين 2، يعني 4 ألعاب من أحسن الألعاب اللي أنا جربتها في حياتي كلها. المهم عشان ما أطولش عليك، يالّا بينا ننتقل للعبة أو اللعبتين اللي معانا في المركز التاني، وهي سلسلة Little Nightmares بالجزئين الأول والتاني بتوعها. مش محتاج أكلمك كتير عن عظمة اللعبتين دول، لأن الكلام حقيقي مش هيوفيهم حقهم. كمية الابتكار والإبداع اللي اتقدموا في الألعاب دي مش طبيعي. لا وكمان القصة هنا غامضة جدًا وdark من أول الجزء الأول اللي بنلعب فيه ب6 أو الجزء التاني اللي بنلعب فيه بMono، أو حتى اللعبة اللي نزلت على الموبايلات اللي اسمها Very Little Nightmares. بصراحة كلهم أحلى من بعض. أكلمكم عن إيه فيهم طيب؟ شكل العالم مثلًا اللي إحنا بنلعب فيه وبنحاول إن إحنا نفهمه ونحل غموضه، شكل وقدرات الوحوش اللي بتبقى ضدنا، الألغاز اللذيذة اللي هي صعوبتها متوسطة، يعني عايزة بس إن أنت تكون سريع وعندك إدراك كويس بالبيئة اللي حواليك. البيئة اللي حواليك أصلًا اللي مليانة بقى غموض ورعب في كل شبر منها. فبصراحة الألعاب دي تجربة لا ولن تُنسى، ويا رب بس ما يبوظوهاش بالجزء التالت اللي هينزل كمان شهرين ده. ولعبة Little Nightmares هتقدر إن أنت تخلّصها في من 3 ل4 ساعات، وLittle Nightmares 2 هتقدر إن أنت تخلّصها في من 5 ل6 ساعات. وأكيد مش محتاج أقول لكم إن اللعبتين دول لازم تجربوهم في أسرع وقت لو كنتم لسه ما جربتهمش أصلًا، ودي حاجة لمصلحتكم أنتم والله. المهم يالّا بينا بقى ننتقل للمركز الأول في القايمة بتاعتنا، وهُم لعبتين من استوديو Bladed الرائعتين Limbo وInside. بُصّوا يا جماعة هاقول لكم حاجة، أنا في الفيديوز اللي أنا باعملها دايمًا باقول لكم جربوا دي علشان دي من أفضل الألعاب اللي أنا جربتها في حياتي، وده بيكون حقيقي مش باضحك عليكم يعني. ولكن كلمة أفضل الألعاب اللي أنا جربتها في حياتي دي يعني كلمة مطاطة جدًا، بتحتمل أكتر من معنى. يعني هل هي مثلًا من أفضل 10، 20، 50، من أفضل كام بالضبط؟ لكن المرة دي أنا هاكون محدد وspecific أكتر، وهاقول لكم إن لعبة Inside واحدة من أفضل 5 ألعاب أنا لعبتها في حياتي كلها، ولعبة Limbo مش هتطلع برّه أحسن 10. فحقيقي أنا بقيت fan للإستوديو ده بطريقة أنتم مش متخيلينها، لدرجة إن أول فيديو نزّلته أصلًا على اليوتيوب كان شرح وتحليل للعبة Limbo، يعني هو ده كان الinspiration الأساسي إن أنا أعمل يوتيوب channel أصلًا. هاسيب لكم فيديو Limbo ده بقى فوق في الi لو أنت حابب تشوفه وتعرف أكتر عن سبب حبي للإستوديو ده. ده بالنسبة للعبة Limbo. أمّا بقى بالنسبة للعبة Inside فيعني بجد إيه ده! حقيقي اللعبة دي تحفة فنية. أنا حرفيًا لمّا خلّصتها قعدت أتأمل الشاشة كده شوية، وبعد كده قُمت قعدت أسقّف. فبصراحة لعبة من أفضل الألعاب اللي أنا لعبتها في حياتي. يعني عِد معايا كده مثلًا في المميزات، العالم ديستوبي وكئيب جدًا، الcolor palette بتاعته تحفة وبتحسسك بالفراغ كده أو بتحسسك بالكآبة. القصة قصة ولد صغير بيلعب في عالم غريب جدًا، ناس وكلاب وآلات وبشر بيتم السيطرة على عقولهم والتحكم فيهم، كلّهم عايزين يموتوه أو يوقّفوه إن هو يكمّل طريقه
مليان غموض وإثارة وشوية رعب. الجيم بلاي برغم بساطته لكنه تحفة فنية، الألغاز اللي فيها أو الإيستر إيجز كانت متوازنة وحلوة جدًا، الموسيقى والساوند ديزاين هنا ولا غلطة، فحقيقي اللعبة دي بالنسبة لي في حتة تانية، بالرغم من بساطة فكرتها لكنها مليانة تعقيدات تدعو للتأمل، وحقيقي أنصح أي حد إنه يجرب اللعبة دي، لأنها فعلًا غيّرت فيّا أنا شخصيًا حاجات كتير. وبالنسبة للعبة ليمبو فأنت هتحتاج 4 ساعات علشان تخلصها تقريبًا، و4 ساعات زيهم عشان تخلص لعبة انسايد. وبالمناسبة دي أنا حابب أعمل فيديو شرح وتحليل للعبة انسايد، فاتأكد إن أنت مشترك في القناة لو أنت عايز تشوف الفيديو ده أو مهتم بيه. وأنت بتتأكد إنك مشترك كده بقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك لو أنت كنت من الناس اللي لسه ما اشتركوش، وتكتب لي كومنت عن أفضل لعبة قصيرة بالنسبة لك أو عن أفكار فيديوهات جديدة تحب إني أعملها. دي كانت قايمة فيها أكتر من لعبة قصيرة ممكن تجربهم لو ما عندكش وقت فاضي كبير، وفي القايمة دي أنا حاولت على قد ما أقدر إن أنا أنوع في التصنيفات أو أجيب لعبة من كل جانرا، يعني عشان الألعاب تناسب ذوق كل حد فيكم. فأتمنى تكونوا استفدتوا حتى لو حاجة بسيطة جدا من الفيديو، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. وكالعادة في النهاية خلوا بالكم من نفسكم، وسلام.